سؤالي هنا، انت بتقدم حاجه مش متشطبه ولا متشطبه ولا وضعها ايه؟ عندنا الاثنين. معظم المطروح عندنا مش متشطب. يمكن طرحنا مؤخرا منتج متشطب، وده كان يمكن انا كنت بعمله في شركتي السابقه اللي قبل ما مدينه نصر تستحوذ عليها، منكا. فكان عندنا مشروع متشطب بالكامل، والنهارده هو مشروع مملوك لمدينه نصر بطبيعه الاستحواذ، فبقى عندنا منتج متشطب في مدينه نصر. وبنطرح السنه دي، ده يمكن بقى سبق يعني، حتى بقوله معاكي، احنا بنطرح السنه دي باكج تشطيب، ده حتى اللي بعنا له مش متشطب بنيجي وهو بيستلم نيجي نقول له ايه رايك تشطب واقسط لك التشطيب، لان معضله التشطيب لما بتحطيه في الاول ناس تيجي تقول لك لا يا عم انا عايز الرخيص النهارده اللي من غير التشطيب، وربنا يبقى يحلها لما استلم. ايه الميزه ان الناس تسكن في تاج سيتي؟ واحده منهم قلناها بلا نزاع، موقع مميز جدا، وكلنا نعلم ان ده في السكن بالذات حاجه مهمه جدا، وحتى طبعا مش في السكن بس، لما باجي اختار مكتب هشتغل فيه او مول هشتري منه، اللوكيشن مهم جدا، بياتي يعني على راس اولويات الناس في الشراء. واحده منهم لسه برضو كنا بنتكلم عليها هي طرق الدفع الفلكسبل، واحنا ديت واخدينها على عاتقنا، احنا كل شويه نبتكر طرق دفع حتى بالتعاون مع المؤسسات الماليه، وده اللي بنعمله اليومين دول. اي فكره بتجي لنا لطريقه دفع جديده بنجيب مؤسسه ماليه ونقول لهم ازاي نتعاون مع بعض ونعملها، فطرق دفع متميزه جدا وفلكسبل وفيها ابتكار شويه عشان نعرف نوصل للعميل انت تقدر تدفع في الشهر على قد امكانياتك ولا لا. غير كده المنتج بتاع مدينه نصر منتج حلو، نسب التحميل هتسمعي الموضوع ده كتير جدا، وعامل ازمه ثقه ما بين دايما ناس كتير جدا العملاء والمطورين. نسب التحميل في مدينه نصر نسب فير جدا ونسب معقوله جدا، المنتج الديزاين بتاعه حلو جدا، بنراعي كل المعايير بقى، الباركنج يعني التحميل يعني مثلا شقه 200 متر تصفي كام يعني؟ احنا في مدينه نصر عمرنا ما بنتخطى ال 20% تحميل، عمرنا. يعني في حاجات اقل بكتير على فكره، وده ناس بتستغربوا مننا، وفي مطورين تانيين بيقولوا انتوا ازاي بتعملوا كده؟ انتوا بتخسروا انكم بتعملوا كده، بس احنا الحقيقه بنحاول نبقى فيري فير في الحته دي. عمرنا ما بنتخطى ال 20% نسبه تحميل. التحميل دي يعني مثلا اللي هي الخدمات والمناور والسلالم والاسانسيرات وكده. طيب وتاج سيتي فيها شقق، فيها فيلل، فيها توين هاوسز، تاون هاوسز، لوفتس، بنت هاوسز، دوبلكسز، حاجه عندنا برودكت اسمه في برودكت اختراع مدينه نصر اسمه اس فيلا، ده عباره عن فيلتين فوق بعض، وكل واحده منهم موضوع هندسيا يعني معقد جدا وبرودكت دقيق جدا. بنعمل الفيلتين على منسوبين مختلفين بحيث كل واحده يدخل لها من منسوب مختلف، والفيلتين فوق بعض كل واحده بالبرايفسي بتاعتها. برودكت الحقيقه مهم جدا.